فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: طهرني يا رسول الله فإني قد زنيت. فرسول الله يقول: لعلك عملت كذا، لعلك فأخذت، لعلك قبلت، لعلك لمست، حتى أقر واعترف. فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقام عليه الحد. وجاءت الغامدية المرأة التي زنى بها ماعز وقالت: طهرني يا رسول الله. فأخذ الرسول أيضا يقررها: لعلك فعلت كذا وكذا وكذا. قالت: لا، وإنها حبلى من الزنا يا رسول الله. ونفت عن نفسها هذا الفعل، إنها لم تكن أنا في هذا الوقت، كانت امرأة مختلفة، ليست بمسلمة وليست بمؤمنة. فقال لها الرسول: اذهبي حتى تلدي. فذهبت ووضعت، وجاءت بابنها وقالت: إني قد وضعت. قال: اذهبي حتى تفطميه. تخيل هذه الفرصة كلها، كانت المرأة من الممكن أن تغير رأيها أو تهرب إلى أي مكان، ولكنها ماذا فعلت؟ أصرت على أن تتطهر من هذا الذنب. فذهبت لرسول الله وفي يد ابنها كسرة خبز وهو يأكل فيها، وتقول: ها قد فطمته يا رسول الله. فأخذ رسول الله منها ابنها وأمر الصحابة برجمها، وقام خالد بن الوليد بضربها بحجر تلطخ الدم منها فأصاب ثوبه، فقال: لعنك الله يا زانية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقل هذا يا خالد، إنها تابت توبة لو وزعت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم. تابت توبة لو وزعت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم. لماذا فعلت هذا؟ لأنها تقع تحت قول الله: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. بيفتح على طول ويعلم أن الله سبحانه وتعالى رقيب عليه. طيب، بعد ذلك التقوى سبب للبركة التي نشكو منها كثيرا. نشكو من قلة البركة في بيوتنا، نشكو أن المال لا يكفي، وأن المتطلبات كثيرة والمصاريف كثيرة. والله أيها الأخ الحبيب، ربك سبحانه وتعالى هو الذي يقول هذا الكلام: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. هذا ربك هو الذي يقول: لو أنك تتقي الله لفتح الله عليك بركات من السماء والأرض. القليل في يدك سيكون كثيرا. ولكننا عندما نبعد عن التقوى تقل البركة من بيوتنا وتقل البركة من أموالنا. وأيضا من ثمرات التقوى أنها سبب لتفريج الكرب، وكثير من الناس عنده مشاكل. المرأة التي تريد أن تتزوج، والشاب الذي يريد أن يتزوج، والرجل الذي يريد أن يعمل، والرجل الذي يريد أن يتاجر أو يعني يرزق بولد أو صحة أو كذا، عليه بتقوى الله. قال سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. اللي عايز أي حاجة، الذي يريد الرزق، يريد الولد، يريد الصحة، يريد المال، يريد أي شيء، عليه أن يتقي الله. ومن يتق الله يجعل له مخرجا من الأزمة والمأزق الذي فيه، ويرزقه من حيث لا يحتسب. الله يسبب الأسباب سبحانه وتعالى. أيضا من ثمرات التقوى أنها تجعلك من أولياء الله. وليس معنى أولياء الله أنه هو يعني يدفن في قبر ويقام له يعني مولد كل سنة، لا، ليس هذا بولي. وإنما الولي قد لا يعرف من بين الناس. تنظر إلى إنسان طائع ولا يعني تهتم لشكله، ولكنه عند الله سبحانه وتعالى ذو مكانة. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. إذن الولي قد تكون أنت ولي من أولياء الله إذا كنت على تقوى. ولهذا لا تغتر بأناس كثيرين، بل عليك بنفسك. قد تكون أنت وليا من أولياء الله سبحانه وتعالى.
ولهذا رسولنا صلى الله عليه وسلم يعني كان يعامل الصحابة على منهج التقوى وليس على منهج المال ولا منهج الصحة. صلى الله عليه وسلم عندما يمر على أحد الصحابة ويداعبه، وكان يسمى زاهر، فيمسكه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول لأصحابه: من يشتري ذلك العبد؟ فيقول: يا رسول الله، والله إن بعتني لن تجد لي سعر عند الناس، لو أني كنت عبد وبعتني في السوق لن تجد لي ثمنا. فقبله رسول الله وقال: ولكنك عند الله غالي، انت عند ربنا لك سعر، انت عند ربنا لك ثمن، وإن رآك الناس قليلا، وإن رآك الناس ليس لك قيمة. رب أشعث أغبر رث الثياب لو أقسم على الله لأبره، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول المولى سبحانه وتعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. التقوى هي التي ترفع الإنسان عند الله سبحانه وتعالى وترفعه إلى أكبر المنازل، وليس بالمال وليس بالمنظر وليس بالملبس وليس بالصحة. التقوى تعلمك يا من تريد العلم: واتقوا الله ويعلمكم الله، واتقوا الله ويعلمكم الله. التقوى تنجيك من النار: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. التقوى تجعلك تحشر إلى ربك في وفد مكرم كما يستقبل الناس الملوك والرؤساء. قال سبحانه وتعالى: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. شايف التعامل؟ يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. قال الإمام علي كرم الله وجهه: والله لا يحشرون على أقدامهم، وإنما يحشرون على نوق لم يرى الخلائق مثلها حتى يطرقون باب الجنة، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. إذن وقد تكلمنا عن قوله لعلكم تتقون، لابد أن نحاول جميعا أن نكون من هؤلاء. وفرصة رمضان قد أتت، مدرسة رمضان قد جاءت إلينا، فعلينا أن نستثمرها أيها الإخوة الأحباب، وأن نخرج منها بهذا العمل وبهذا الباب الذي جميع الأعمال توصل إليه، وهو تقوى الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة المشاهدون الكرام، ونحن في منتصف الليل وفي ساعة يستقبل الله سبحانه وتعالى فيها دعاء من دعا، نرفع أكف الضراعة إلى الله سبحانه وتعالى بهذا الدعاء، فأمنوا: اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على أعدائنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من عذاب جهنم وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم حرم وجوهنا على النار، اللهم حرم وجوهنا على النار، اللهم حرم وجوهنا على النار. اللهم إنا ضعفاء فقونا،
ومرضى فاشفنا ومرضى فاشفنا وفقراء فأغننا. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم إنا نسألك أن ترحمنا فوق الأرض وتحتها. اللهم ارحمنا فوق الأرض وتحتها، وارحمنا يوم العرض عليك برحمتك يا أرحم الراحمين. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا عيبا إلا سترته. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هدأة ليل ونهار نتلو القرآن وتسمعنا نحكي عن قوم أخيار قد قالوا سمعنا وأطعنا. نتلو في السر وفي الجهر نأخذ موعظة للعمر. وإذا ما نصدع بالقول سنقول سمعنا وأطعنا. القرآن والسنة الوصية نبوية نور الحافظ حسنات بلا حدود للجنة.